بسبب الشك والغيره والضغط النفسي. العلاقه الزوجيه كتولي فيها صراعات ومشاكل كبيره، بالخصوص ملي الزوجه كتكتشف الخيانه ديال راجلها مع امراه اخرى. والمرعب في الامر هي ملي كتولي تواجهو بالدلائل، منها الميساجات والفوكالات اللي كتثبت فعلا انه كان كيخونها، اللي ولات كسلاح كتهدو به في ابسط نقاش كيوقع بيناتهم. هادشي خلاه عايش تحت الضغط النفسي اللي ما قادرش يخرج منه، زائد الضغط ديال الخدمه. الخطير في الامر هي ملي ابليس كيولي يوسوس بافكار شيطانيه اللي كان كيظن الزوج انها هي المخرج الوحيد والحل للخروج من هذه الازمه والمشاكل اللي كيعيشها مع مراته. وفعلا هادشي اللي دار في لحظه غضب دمر حياته وخرج على راسو ويتم ولاده، ومحكوم ب20 عام ديال الحبس. قبل ما نبداو في التفاصيل ديال هذه القصه، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا كان كيعجبكم هذا المحتوى ما تنسوش تدعمونا بلايك وشي تعليق زوين باش تحفزونا للاستمرار في نشر المزيد من هذه القصص. في واحد الصباح من شهر يناير سنة 2014، وفي واحد الحي من أحياء مدينة فاس العريقة، السكان خارجين باش يقضيو الأغراض ديالهم كيف العادة، والأجواء كانت شتوية، كان البرد والضباب كيغطي الزناقي كاملين. الناس كيف العادة خارجة باش تقضي الأغراض ديالها، ولكن اللي ما كانوش عارفين انه من بعد الصلاه ديال الظهر الزنقه غادي تقلب سفاها عليها. الجيران كلشي مخلوع، البوليس الزنقه ممنوع شي واحد يدخل ولا يخرج، بالخصوص ملي توصلوا بواحد الاتصال كيقول فيه باللي كاين واحد الجريمه قتل ديال واحد السيده في القلب ديال الدار ديالها، في واحد الدار صغيره من دوك الديور القدام. كانت ساكنه واحد السيده الاسم ديالها هند، وفي الثلاثينات من العمر ديالها، وام لجوج وليدات. مرات واحد السيد الاسم ديالو يوسف، خدام في واحد الشركه صغيره، ما معروفش بزاف في الحومه، ما كانش عنده علاقات مع الجيران، ولكن كان كيبان عليه واحد الراجل اللي مزيان. النهار بدا عادي، يوسف خرج من الدار مع 8 الصباح وقال لمراته هند انه غادي يمشي باش يقضي شي اوراق اداريه وغادي يرجع قبل الغدا. هند كيف اي امراه في الصباح يلا فاقش كتوجد الفطور، وفي نفس الوقت كتلعب مع ولادها باش توجدهم يمشيو للمدرسه، ومن بعد يبقى ليها الوقت باش تقاد الشغال ديالها. ولكن مع 1:15 غادي توقع واحد الواقعه اللي ما كانش في البال. راجلها يوسف خرج كيجري وكيغوت بالجهد اللي فيه، غادي وكيطيح في الطريق حتى وصل لعند الجار ديالو، شد فيه وقال له خويا هند لقيتها ميته في الدار ومرميه في الصالون وعايمه في الدم. الناس اللي كانوا واقفين كيقولوا له نعس الشيطان ورجعوا لله، اشنو كتقول؟ قال لي يمكن نقول لكم هذاك الشيء اللي كاين. دخلت لقيت مراتي مليوحه في الصالون وبين عليه شي واحد اللي قتلها. واحد بدا كيشوف واحد من هذوك الجيران، هي واحد فين طوع واتصل بالبوليس، وهنا غادي تبدا الاحداث ديال القصه. بالفعل الشرطه العلميه ما داش وقت طويل حتى وصلوا لمسرح الجريمه، ولكن هذاك المنظر اللي شافوه ما كيتنساش. هند كانت مرميه وسط الصالون وحوايجها عامرين بالدم، والفراش ديال الصالون حتى هو كذلك عامر بالدم، والعنق ديالها فيه واحد الضربه اللي كتبان انها كانت قاتله. الغريب في الامر ان الباب ما كانش عليه الاثار ديال شي واحد دخل على اساس باش يسرق، اولا شي شرجم اللي مهرس، اولا شي حاجه اللي ناقصه من الدار. راجلها يوسف من هذاك المنظر اللي قدامه بقى غير كيشوف وما دار حتى شي ردة فعل. واحد من الضباط ديال البوليس اللي كانوا في المسرح ديال الجريمه واللي كان معروف عليه في الوسط ديال رجال الامن الحنكه ديالو بخصوص هاد الجرائم ديال القتل، قال ليوسف شوف مزيان، هاد الجريمه ما كانش الدافع ديال السرقه وحتى حاجه ما مهرسه وكل حاجه في بلاصتها، يعني هذا اللي قتلها كانت عنده نيه مبيته ويصفيها ليها، وماشي بعيد يكونوا من الناس اللي كيعرفوها واللي قراب ليها. من ديك اللحظه الضباط اللي كانوا مسؤولين على التحقيق في مسرح الجريمه بدات كتاكد الشكوك ديالهم حول طبيعه الجريمه، يعني ماشي بدافع السرقه ولكن بدافع الانتقام. من بين الملاحظات اللي كانت واضحه واللي الضباط خدوها بعين الاعتبار وعطاو واحد القيمه كبيره، اللي لاحظوا ان الباب ما مهرش، يعني الباب الرئيسي كان مسدود بالسيروش من الداخل، والشراجم كذلك حتى هما كانوا مسدودين، يعني اللي دخل الدار يا اما شي واحد كيعيش معها يا اما هي اللي فتحات ليه بيدها. من بعد هادشي الضباط ديال البوليس داو معاهم يوسف اللي هو الزوج ديال الضحيه وبداو في التحقيق معاه، واللي لاحظوا ملي كان كيعاود ليهم في الاحداث والعلاقه ديالو مع هند كان كيهضر بواحد البروده بحال اللي ديك السيده اللي ماتت ماشي مراته. واحد من هذوك الضباط اللي كانوا مكلفين بالتحقيق قال له عاود لينا شنو اللي وقع في هذاك النهار اللي وقعت فيه الجريمه.
اشنو البرنامج اللي كان عندك؟ جاوبهم قال لهم انا خرجت في الصباح كنت في القهوه، ومن بعد مشيت نسالي شي امور اللي كان خاصني انني نقضيها. وملي رجعت كنلقى الباب مسدود. حليت ودخلت كيف العاده، حتى كنتفاجئ بهند طايحه وسط الصالون وغارقه في الدم ديالها. هذاك الضابط سكت وبقى كيشوف فيه. وكيف ذكرنا من قبل بحكم التجربه ديالو الكبيره في هذا الميدان، هو يسولو قال له انت فين كنت بالضبط؟ وشكون اللي كان معك؟ واش شافك شي حد؟ يوسف بقى كيدخل ويخرج في الهضره. قال له كنت بوحدي والقهوه ما كان معايا حتى شي واحد. هذه كانت اول نقطه اللي غادي تسجل ضد يوسف. هو يقول له هذاك الضابط اسمعني شنو غادي نقول لك، واش في خبارك لحد الساعه التحقيقات ما لقاوش شي واحد اللي عنده واحد العلاقه وطيده غادي تخليه انه غادي يرتكب هذه الجريمه ضد هند، والاصابع ديال الاتهام لحد الساعه راه كتوجه ليك انت، لهذا اي حاجه غادي تقولها راه محسوبه عليك. الملاحظ خلال التحقيقات ان يوسف ما كانش عنده واحد ردة الفعل اللي كتبين انه مصدوم بحكم العلاقه اللي كتربطو مع هند كزوجه. كيفاش واحد مراته مقتوله وما دارش واحد ردة الفعل، ما مأثر ما مصدوم، بالخصوص شاف هذاك المنظر ديال مراته عايمه في الدم. فهذيك اللحظات اللي كان كيتم الاستجواب ديال يوسف، كان الطبيب الشرعي المكلف بالجريمه بدا بالتشريح الطبي ديال الجثه ديال هند، واللي لقى باللي هذيك الضربه اللي كانت في العنق ديالها جات من واحد الشخص اللي كان واقف قدامها واللي كانت كفيله باش تنهي حياتها، اللي كانت ضربه قاتله. والغريب في الامر انه ما كانش اثار ديال المقاومه، واللي غادي يخلي المحققين يطرحوا اكثر من علامات استفهام. الطبيب الشرعي المكلف بالجريمه في التحليل الطبي ديالو من المرحله التاليه غادي يفاجئ المحققين مره اخرى الاداه اللي قتلت بها الضحيه هند. لقاو باللي المجرم خدا الموس من الكوزينه، وهذا هو الاشكال المطروح. علاش المجرم غادي يدخل بنيه انه غادي يقتل المراه وما غاديش يجيب معاه اداه الجريمه، وغادي يفضل انه غادي يستعمل الموس من الكوزينه؟ يعني القاتل كان واخد راحته تماما وما كانش خايف، وبالاضافه كان ضارب الحساب ديالو لهاد الجريمه اللي غادي يرتكب. بالرغم من هاد الحقائق اللي توصلوا ليها البوليس، غادي يدعموا التحقيق ديالهم بتعميق البحث. من بعد ما شدوا التليفون ديال هند وعرضوه للخبره، توصلوا بمجموعه من الميساجات والمكالمات وحتى الاوديوهات. هنا التحقيق غادي ياخذ واحد الاتجاه اخر، ملي لقاو هادوك الميساجات اللي كتدل باللي هند كانت كتشك في راجلها وكانت دايره في كونت ديال الفيسبوك وكتراقب التحركات ديالو انه عنده علاقه مع شي مرا اخرى. لقاو مجموعه من الاوديوات كترسلهم لصاحبتها وكتقول لها ما بقيتش قادره نعيش معاه مازال، العلاقه الزوجيه ولات شبه مستحيله، بمجرد كيدخل الدار كيبقى ساكت، ما كيهضر لا مع ولادو لا معايا. وفي واحد النهار حسب التحقيقات اللي توصلوا ليها المحققين، هند قررت انها تواجه. وصلت بهم الدرجه المشادات كلاميه، والصداع ديالهم وصل لدرجه انه سمعتهم جارتهم الاسم ديالها فاطمه واللي شهدات بهذا الشيء. وقالت واحد المره في الليل سمعتهم كيتخاصموا، وهند بدات كتبكي وكتقول لي ها انت درتيها ليا في راسي يا يوسف، والله حتى غادي نفضحك. البوليس بداو كيربطوا ما بين الخيوط اللي توصلوا ليهم في التحقيق. مرة كتشك في راجلها والعلاقه الزوجيه متوتره بيناتهم، والزوج فاشل في حياته الزوجيه. زيد عليها التهديد ديال هند ليوسف، واللي زاد الشكوك اكثر حول يوسف هو واحد الشهاده اللي توصلوا بها المحققين من عند ولد خالته. قال لهم يوسف جا عندي قبل الجمعه وقال لي قسما بالله الا هذه هي الاخرى ليا ما بقيتش قادر نعيش هذا العذاب معها. في وسط هاد الضغط النفسي والغيره والخيانه بدا كيتكون الدافع في ارتكاب الجريمه. البوليس رجحوا فرضيه نيه القتل. يوسف كيحس براسو محاصر، خاف من الفضيحه ومن الطلاق ومن الاولاد يضيعوا، لهذا اختار اسوء قرار ممكن اللي هو يسكت هند بصفه نهائيه. من بعد الاتهامات والشكوك اللي بدات كتوجه ليوسف، البوليس قرروا يفتحوا معاه تحقيق من جديد، وبداو باول حاجه هي التوقيت اللي وقعت فيه جريمه القتل. قال لهم خرجت مع 8 الصباح، مشيت قضيت شي امور اداريه، ومن بعد مشيت للقهوه وبقيت جالس حتى اللحظه اللي جيت فيها للدار من بعد صلاه الظهر، واللي لقيت فيها هند مقتوله. واحد من الضباط اللي كان مسؤول على التحقيق مشى شخصيا للقهوه اللي كان جالس فيها وسول السربي اللي خدام. قال له واش كتعرف يوسف؟ جاوبو بطبيعه الحال كنعرفو. قال لي بغيت نسولك على اخر مره جا فيها القهوه. جاوبو بكل تلقائيه، قال له ماشي شي وقت اللي طويل، تقريبا شي يومين بحال هكذاك. جا مع 9 الصباح، جلس تقريبا شي نص ساعه ومشى. الضابط عرف بلي يوسف كذب عليه،
هاد الضابط قام باخبار وكيل مالك واللي بالدور ديالو صدر امر بتعميق البحث مع يوسف، وبالخصوص يقلبوا التليفون ديالو. وفعلا هذاك الشيء اللي كان لقاو مسح بزاف ديال المكالمات والرسائل في ذاك النهار بالضبط، وبالاستناد لاحد البرامج قدروا يرجعوا الرسائل والمكالمات المحذوفه. وهنا غادي تكون المفاجاه، يوسف كان كيهدد هند قبل بساعات على الجريمه، ولقاو في واحد الميساج كيقول لها الا ما سكتيش غادي ندمك على حياتك، راه ما غاديش نسمح لك تضيعي لي حياتي بسبب هبالك. هنا هذاك الضابط بقى غير كيشوف فيه في واحد اللحظه وهو يسول، قال له يوسف واش كنتي كتخون مراتك؟ يوسف في ديك اللحظه تبدل فيه اللون وبدا كيدخل ويخرج في الهضره، قال له لا نهائيا مستحيل عمرني نخونها. ولكن في واحد الوقت يوسف دار واحد الغلطه اللي دارت الفرق في التحقيق. ملي سولو قالوا له في ذاك النهار في الصباح واش دخلتي للكوزينه، جاوبوا بلا ما يفكر، قالوا لا ما دخلش ليها نهائيا. هذاك الضابط هو يوقف هو يقول له بكل بروده، واش في خبارك البصمات ديالك لقيناها في الموس اللي تقتلات به. العناصر ديال الامن اللي كانوا متواجدين في الغرفه ديال التحقيق واللي كانوا دايرين بيوسف كلشي سكت، وكيلاحظوا فيه كيرتبك ولا كامل حرقان. والشيف ديال لابيجي اللي كان حاضر بحكم التجربه ديالو قال لهم هذا هو المتهم الرئيسي والرقم واحد في ارتكاب هذه الجريمه ديال القتل. بعد الضغط الكبير اللي ولا كيتمارس على يوسف والاسئله المتكرره والبراهين والادله القاطعه، يوسف بدا كيدخل ويخرج في الهضره ديالو، والحقيقه بدات كتبان تدريجيا. النهار التالي في التحقيق بعد ما شافوه مدمر نفسيا، هذاك الضابط قال له شوف غادي نعطيك اخر فرصه باش تهضر بلا ما نستعملوا معاك شي اساليب اخرى. يوسف لعبوا ليه النفسيه ديالو وكيلقى راسو محاصر، الهضره ما بقاش قادره تخرج له. ويقول لهم غادي نعترف لكم بكل شيء، فعلا كنت كنكذب عليكم، ما قدرتش نواجه الحقيقه، كنت كنخون هند مع مرا اخرى، ما بقيتش عارف كيفاش نوقف هاد الخيانه. البوليس بقاو غير ساكتين وكيسمعوا لي وما بغاوش يقاطعوا. قال له هذاك الضابط كمل لينا يوسف، قال لهم هذيك المراه هي اللي كانت السبب في كل شيء، كنت كنشوفها في الخدمه وكانت كتنسيني في المشاكل ديال الدار، وما كنتش باغي نجرح هند، ولكن الغيره والضغط النفسي خلوني نطيح في اكبر غلط. البوليس بقاو مركزين على كلمه واحده وقالها لي داك المحقق، وعلاش قتلتيها؟ يوسف تنهد وقال لهم النهار ديال الجريمه هند واجهتني بشي كلام اللي ضرني في الخاطر ديالي، قالت لي راه عرفت كل شيء والله حتى غادي نفضحك. هذاك الشيء خلاني مرون في الدماغ ديالي وبغيت نسكتها، وما بقيتش كنفكر كيفاش غنوقف هذا الصداع هذا. هذه كانت لحظة الجراف اللي قلبت الموازين بشكل كامل. بعد ما اعترف يوسف باللي دار، بدا التحقيق كيدور في جميع الاتجاهات، وباش يثبتوا الحقيقة الكاملة قرروا انهم يسولوا الجيران والافراد ديال العائلة وحتى الاصدقاء ديال يوسف. فاطمة اللي هي الجارة كانت كتسمع الصداع ديالهم، شهدات قالت لهم كنت كنسمع الغوات ديالهم، والصوت ديال هند كان كيتسمع للاخير ديال الزنقة، ويوسف ما كانش كيجاوبها. بالاضافه للشهاده ديال فاطمه جارتهم، واحد من الاصدقاء ديال يوسف كيأكد للبوليس باللي كان كيعيش حاله نفسيه مدمره، وحتى من حياته الزوجيه كان كيعاني فيها بزاف مع هند. البوليس ركزوا بزاف على الحاله النفسيه ديالو وقالوا بلي هاد الجريمه ماشي غير جريمه قتل، علاقه زوجيه متوتره ومشحونه بالضغط النفسي. مع جميع هاد الادله والاعترافات اللي توصلوا ليها البوليس، غادي يتم تقديم يوسف للمحكمه وتم الحكم عليه ب20 عام ديال الحبس مع مراعاه ظروف التخفيف. العائله ديال هند وبالخصوص ولادها دخلوا في ازمه نفسيه، بالخصوص ملي كيشوفوا الام ديالهم متقتلات والاب ديالهم مسجون. بعد الحكم على يوسف، الحي اللي كانوا ساكنين فيه ولات القصه ديال هند ويوسف كتراود على كل لسان، وحتى من الساكنه ولاو كيشوفوا الحادثه بعين الحزن والندم. العائله ديال هند حاولوا يبنوا حياتهم من جديد، ولكن الجرح ديال انهم فقدوا الام ديالهم مازال ما تنساش. الاولاد ديالهم بداو كيكبروا بلا ام، والذكريات مازال كتلاحقهم في كل بلاصه. باهم في الحبس وكتوصل الاوديوات والميساجات باللي راه ندم على هادشي اللي دار. القصه ديال هند ويوسف ماشي مجرد الفرجه وانما العبره. بزاف ديال الناس كيعيشوا نفس الحالات، خاصهم يتعلموا منها كيفاش الخيانه والغيره والشكوك تكون سبب انها تهدم الحياه الاسريه، والضحيه الاولى والاخيره اللي هما الابناء اللي غادي يدفعوا الثمن ديال شي حاجه اللي ما داروهاش. بهكذا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. ما تنسوش الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وعلاش لا تشاركونا بالاراء والملاحظات ديالكم في التعليقات بخصوص هذه القناه. حتى نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله. في امان الله.